يعني بما ان الجوله خلصت انا اقول لك انا جبت كام نقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت 41 نقطه ومعايا هالاند ومعايا سيمينيو. بس انا زي ما قلت لك في الريل اللي فات، انا اتذكيت وعملت كابتن على فان دي فين اللي هو بقى يجيب لي تجوان وبتاع، بس الحمد لله. المهم يعني كان عندي رايه جاب لي نقطتين، حاجه حلوه، حلوه قوي جدا جدا يعني الحمد لله. وصليبه جاب لي نقطه، فان دي فين نقطتين، بالكابتن 4 نقط، روميرو نقطتين. توتنهام ضيعتني الجوله دي، انا اصلا كنت معتمد عليها، هي اللي ودتني في ده. تمام. قدوس نقطتين، كايسيدو نقطتين، سيمينيون الاسطوره الفجر القادر 7 نقط، ايزي نقطتين، فودن الله يخرب بيته نقطه. والله يا عم اقسم بالله انا كنت بحط التشكيله كنت محتار بينه وبين دوكو، بس قلت لا، فودن برضو كان عامل اداء، ولما يرجع بقى هيخش في الريتم، هيبقى فاجر زي السيزون اللي فات والسيزون اللي قبله. فودن بقى فاهم لحد دلوقتي موديني ورا الحيط. وهالاند اللي كل كابتنه، كل عام عليه تريبي كابتن، او معظم الناس يعني، في ناس لقيتها شبهي كده اللي هو في اللي مكابتن روميرو، وفي اللي مكابتن دالوت. يا جدعان ده ايه ده؟ وفي اللي مكابتن ريتشاردسون. يعني في ناس كتير لبست يعني الحمد لله، مش انا لوحدي يعني الحمد لله. هالاند 16 نقطة، وجواو بيدرو اللي ممكن امشيه احتمال كبير جدا عشان بقاله كام جولة مخيش، كان نقطتين. وفي الدكة دوبرافكا نقطة، جويهي اللي اقسم بالله كنت محتار انزله ولا انزل صليبه، بس قلت لا، صليبه دفاعهم حلو، ارسنال دفاعه حلو، فصليبه احسن. جويهي 7 نقط. تمام. وبورن 0 نقطة، ما جابش ولا نقطة. ايه 0 نقطة دي؟ صفر، ما جابش ولا نقطة. شو اصلا خسر من ارسنال في الدقيقة 90، نيوكاسل. و... وسيدور نقطتين بس كده. ده كانت تشكيلتي، والدكة اللي على الدكة جويهي وزي ما قلت لك 7 نقط. بس الحمد لله. الجولة الجاية بقى مش عارف، بس ممكن ما اغيرش حد، ممكن اخلي التشكيله زي ما هي كده ونشوف كده الدنيا ايه. ممكن بس ممكن انزل جويهي، انا انزل حد من على الدكه، انما اللي انا اجيب حد لا، ممكن احوش التغيير. ممكن ابقى انزل لكم بقى ريل تشكيلتي للجوله الجايه.